ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بقى نعمل حاجه سخنه كده تدفي الولاد زي ما اتفقنا بقى، كل خميس او كل جمعه على حسب اجازه بقى الولاد وابو العيال، كده نعمل لهم حاجه حلوه تدفيهم. هنا بقى معانا حوالي كده ده ربع كيلو غله. غسلته كويس، نقيته الاول، بعد كده غسلته كويس جدا، وبعد كده هبدا انقعه بميه مغليه. انت ممكن تنقعيه من بالليل لتاني يوم، بس انا عايزه كنت اعملها في نفس اليوم، فنقعته كده حوالي ساعتين في ميه مغليه. هسيب بقى البليله دي في الميه المغليه، والغله بتاعتي هسيبها في الميه المغليه لمده ساعتين. ما ننساش بقى كده نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. لو لسه ما حطيتيش بقى اللايك حطي لايك. هنا بقى خلاص البليله بتاعتي اهي كانت اتنقعت وبدأ لونها بقى غير وبدأت تفش. هجيب بقى حله، هبدأ تاني هغسل البليله واصفيها من الميه اللي انا ناقعه فيها، وهحطها في الحله، وهبدأ بقى اضيف لها المية عشان اسلقها. كده اهي البلة خلاص بقت في الحلة. هنا بقى خلاص حطيتها على النار تتسلق، وبوريكم بقى اللبن اللي انا هستخدمه. لبن بقى بخيره كده جاي من عند اللبان. هشيل بقى طبقة القشطة دي هستخدمها في الوصفة في الاخر في نص الوصفة كده. وهنا البلة بتاعتي هدلق بقى عليها هنا مية سخنة تغلي برضو. انا كل ده عشان عايزة اخلص الوصفة بسرعة، انما عادي مش عايزة تحطي مية سخنة عادي. حطيت هنا معلقة سكر، ان هي بس تكون كمادة حافظة مش اكتر. هنا بقى خلاص البلة بتاعتي فشت اهي واستوت. هبدأ بقى هنا هغلي اللبن بتاعي. بغليه هنا طبعا المرة التانية. انا كنت جايبة اللبن قبلها بيوم وحطيته في التلاجة، عشان كده عمل طبقة القشطة اللي انتوا شفتوها. هبدأ بقى هنا اول ما اللبن خلاص بتاعي يبدأ يسخن كده كويس، هنزل بقى بالبلة بتاعتي واخدها بقى غلوة كده في اللبن ده، واحط بقى السكر. سكر بقى على حسب الرغبة، تدوقي بقى واظبطي السكر بتاعك. حطي بقى نطرة فانيليا، عندك مكسرات حطي. التزيين ده بقى بتاعك انتي. يعني هنا بقى كانش عندي مكسرات ولا حاجة، عملت لبن بس بالبلة كده وكانت جميلة جدا جدا زي ما احنا متفقين بقى. خميس جمعة اعملي حاجة مسكرة كده لولادك. الخميس اللي فات عملت معاكم صينية الجلاش، والخميس ده عملت لهم كده البليلة. كانت حوالي الساعة 11 بالليل بقى كده سخنة تدفيهم. هبدأ بقى هنا اغرفها في الاطباق. وهنا بقى القشطة، مقطع القشطة للأسف اتحذف. انا بعد ما غرفتها هنا للولاد في الاطباق حطيت عليها معلقة قشطة وايه ونص معلقة سمنة بلدي، نص معلقة اللي هي بتاعت الشاي، يعني حاجة بسيطة خالص. القشطة بقى مع السمنة البلدي مع اللبن مع البليلة اديله ادي على رأي ام خالد. لو لسه ما حطيتيش اللايك مستنيه ايه؟ انزلي بقى حطي لايك كده وكومنت جميل، واعملي شير بقى لحبايبك اللي بيحبوا البليلة. هنا بقى دوقي بقى البليلة وقولي بقى ايه رأيك، اكلة شتوية دي ولا لا؟ هي حلوة والله شتاء او صيف. يلا بقى لو لسه ما حطيتيش اللايك حطي لايك، واستنينا في فيديو جديد مع مطبخ سوما. قولوا ايه رأيكم في وصفات يوم الخميس.